ولسه مع البيادق المتصلة زي ما حضراتكم شايفين في الشكل ده. الشكل ده تعادلي لأن الأبيض معاه بدائين ماشي زيادة، بس عنده ملك عامل للبيادق دي بلوك هنا، ومانع كمان نزول البيدق الاتش. فهات كده فكرة للمكسب. وانا بشوف الشكل ده جبت فكرة ان انا اجيب الملك هنا، هيتحرك، مش هيسيب المكان ده او الصف السادس عشان الكشات مديلوش كش وانزله. هروح جاي بالرخ بتاعتي هنا، هيفضل على نفس الصف. اقول لك هديك كش على اي حال، اجباري تكسر. اروح واكل. يا ترى انت في الشكل ده هتاكل البيدق ده ولا البيدق ده؟ فكر كده. لو اكلت البيدق ده فانت كده الحمد لله حصلت على تعادل. اما لو اكلت البيدق ده فانت خسرت الدور بالشكل ده. طيب تعادل ليه يا عم؟ لما اكل ده البيدق ده بيدق قنار، وانت سهل جدا ان انت تمنع الملك من دعم البيدق بتاعه. هتيجي هنا مثلا، وريني هتحمي البيدق بتاعك. اجي هنا في هنا وافضل في الخانتين دول، او دي ودي، وافضل طالع نازل فيهم او داخل خارج هنا بالشكل ده. كده سقط البيدق. طيب كده اهو، كده اهو، كده اهو، تعادل. ومعانا شكل من اشكال البيادق المتصلة. الابيض هو اللي عليه اللعب. بيست موف كينج A2. بقول لك انت مش هتعرف تحجزني، انا خلاص خرجت. اخرك ان انت تحجزني على الصف الثالث ده، وهقرب منك لحد ما اوصل هنا مثلا. روك F3 محافظ ان هو حاجز الملك. هقول لك روك E7. هرجع اطلب البيدق ده. هقول لك حميته روك E5 من هنا. طيب لو طلعت بالملك هقول لك كينج B2 كويسة، بس روك واللعبة الجميلة جدا روك G5 فكرة الفوز. انا عاوز ادفع البيدق ده، ولو اكلت كده E7 بتكسب. ما قدامكش هتديني كش مثلا كينج C3 في كش. انت كده بتديني نقلات تنشيطية للملك. كينج D4 بقرب كش بستخبى فيك، ودي فكرة الهروب، ان انا باجي لحد ما استخبى في الملك بتاعك. ما قدامكش غير ان انت تاكل هنا ورق. انا وزير وبكسب باللعب الصحيح طبعا. روك G4 بقول لك كوين H7. وموضوع الرخ ضد الوزير ده موال لوحده. كينج G5
ولسه مع البيادق المتصلة من فصل نهايات الأرخاف. الشكل ده شكل تعادلي باللعب الصحيح. كينج سي 4 بيست موف، بقول لك عاوز ترقي زق وكمل. هتزق مثلا كده، اقول لك كينج بي 3، انا عاوز كش مات وكسبت الدور خلاص. وريني انت هتمنع المات دي ازاي اهي. طيب لو خدت بالي ورحت لاعب كينج بي 2، هقول لك كش، هتعمل ايه؟ هتطلع مثلا كينج اي 3، اقول لك تاني كش، هتطلع هات مات، طلع هرب منها كينج اي 5، هات مات برضو كينج اي 6 كش، هقول لك شكرا. كده انا اقدر اسيبك واطلعك من شبكة المات. هتحمي، اروح جاي لك كينج اي 6، عاوز تحمي ب اتش 4 اتش 5 اتش 6، علينا عليك بخير. هات البيدق، اطلب باتنين وما تقدرش ترقي، هاتله كينج. مثلا كينج هنا لعبت اي لعبة، باكل البيدق وبقول لك ضرب. طيب كش، لو في الوضع ده كش ونزل هنا، بقول لك كينج سي 3 هات مات برضو. هتهرب، اقول لك انا معاك الصبح، هات مات. طيب تعالوا نشوف. اول ما هتيجي هنا هديك كش، تيجي هنا هقول لك كينج اف 3، هتزق مثلا، اقول لك روك جي 2 تشيك، اقول لك روك اتش 2. طيب لو زقيت ده مثلا، اقول لك كش مات، ما تطمعش، فاجباري تهرب. هقول لك انا معاك برضو، وننده للحكم نقول له عدلنا 50 نقلة في الوضع ده عشان ننجز